السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنراجع مع بعض من الدروس في الوحدة التانية بعنوان الموارد الطبيعية لبلد مصر. هناخد يعني إيه الحاجات، يعني إيه الموارد. طب إيه الموارد المائية في بلدي، الموارد المعدنية. نشوف مع بعض يعني إيه المقصود بالحاجات وإيه أنواع الحاجات. الحاجات هي شعور بالحرمان بتدفعني إن أنا أشبع هذا الحرمان. يعني أنا أول ما أشعر إن أنا جعانة هروح أدور على الطعام طبعا، هشعر إن أنا عطشانة يبقى هروح أبحث عن الماء. والحاجات بتنقسم لحاجات أولية أساسية وحاجات ثانوية أو غير أساسية. الأساسية دي اللي احنا ما نقدرش نعيش من غيرها، بتساعدنا على البقاء على قيد الحياة، زي المأكل والمشرب والمسكن. ومع التطور وتقدم الحضارة أصبحت الحاجة إلى التعلم والأمن والرعاية الصحية برضو جزء من الاحتياجات الأساسية. أما الحاجات غير الأساسية هي زي الرغبات كده، ممكن نقدر إن احنا نعيش من غيرها، زي الألعاب وشراء الهواتف الذكية والسفر للتنزه. ولكن يعني فايدتها إن هي بس بتسبب السعادة وتحقق الرفاهية، ولكن يمكن العيش من دونه. طب إيه المقصود بقى بالموارد؟ وإيه علاقة الحاجات بالموارد؟ الموارد هي الوسائل اللي بتساعدني إن أنا أشبع الحاجة بتاعتي. يعني أنا جعانة، عندي شعور بالجوع، طب إيه الموارد اللي هتساعدني؟ محتاجة محاصيل زراعية. طب الموارد بتنقسم حسب وفرتها إلى موارد نادرة وموارد حر. الموارد النادرة لا تكفي إشباع حاجات السكان، والقلة بتاعتها دي أو ندرتها بتسبب عندنا مشكلة، زي الأرض الزراعية والمياه العذبة ومصادر الطاقة. وكل ما بيزيد عندي عدد السكان طبعا بتزيد الاحتياجات بتاعتهم، ولما بيكون معدل النمو السكاني سريع أسرع من معدل زيادة الموارد بتظهر عندنا مشكلات اقتصادية. طب ايه الحل؟ الحل ان احنا نعمل ضبط للنمو السكاني ولزيادة الموارد. طب استخدام كميات كبيرة من الموارد اكبر من حاجتنا ده بيعد اسراف في الموارد. طب عرفنا الموارد النادرة. الموارد الحرة هي بتكفي حاجات السكان منها، وبتوجد بكميات غير محدودة ولا تسبب أي مشاكل، مثل الهواء ومياه البحر وأشعة الشمس. يبقى العلاقة ما بين الحاجات والموارد إن إحنا لكي نشبع الحاجات لابد من وجود الموارد. طب كيف نحافظ على مواردنا؟ هنحافظ عليها من خلال ترشيد استهلاكنا للموارد واستخدامها باعتدال، مثل ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، عدم الإسراف في استخدامهم، عدم إنفاق المال إلا في الضروريات، لا نسرف في شراء الملابس باهظة الثمن. ويمكن إن احنا نعيد تدوير بعض الموارد كالملابس، والاستغناء عن السلع أو بعض السلع التي لا يمكن الحصول عليها واستخدام بدائل له. ما هي الموارد المائية في بلدي؟ كوكب الأرض معروف إنه هو اسمه الكوكب الأزرق، وسمي بذلك لأن المياه بتغطي نحو 71% من مساحة سطح الأرض، ومعظمها مياه مالحة طبعا، بتصل نسبتها ل96.5% من إجمالي نسبة المياه. المياه أو الموارد المائية بتنقسم إلى مياه مالحة تتمثل في محيطات وبحار وبحيرات مالحة، وتتمثل في المياه العذبة كأنهار وبحيرات عذبة، مياه جوفية، جليد في القطبين، المياه الناتجة عن تساقط الأمطار والثلوج. طب إيه الفرق ما بين البحر والمحيط؟ البحر والمحيط هما مساحة واسعة من المياه المالحة، ولكن المحيط بيكون أوسع من البحر وبيكون ذات أعماق كبيرة. أما النهر فهو مجرى مائي عذب. طب يعني إيه بحيرة؟ البحيرة هي مساحة من الماء بيحيط بها اليابس من جميع الجهات، وقد تكون بحيرات مالحة مثل بحيرة البردويل والمنزلة والبرولوس وإدكو ومريوط اللي موجودة في شمال مصر في البحر المتوسط، أو بحيرة عذبة مثل بحيرة ناصر عند السد العالي. يبقى موارد المياه العذبة عندنا في مصر نهر النيل بفرعيه دمياط ورشيد وبحيرة ناصر، وبيمد نهر النيل مصر بنحو 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا. الساحل الشمالي بيعتمد على مياه الأمطار في الزراعة، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها كليا. طب إيه السبب؟
إن كمية الأمطار دي بتختلف من عام إلى عام آخر. المياه الجوفية العذبة هنا بتعتمد عليها الحياة فين؟ في الواحات المصرية، واحة سيوة والواحات الداخلة والخارجة في الوادي الجديد. مصر تمتلك العديد من الخزانات الجوفية، وأشهرها أو أهمها خزان الحجر الرملي النوبي. طب إيه دور نهر النيل في مصر قديما وحديثا؟ قديما كان ليه دور عظيم طبعا في قيام الحضارة المصرية القديمة. أمد مصر بالتربة الخصبة بالمياه العذبة، استخدموه كوسيلة للنقل بين شمال مصر وجنوب مصر. أنشأوا مقياس على النيل لقياس منسوب المياه خلال فترة الفيضان. نظموا مواسم الزراعة، نظموها واستخدموه في النقل. أما حديثا فعندنا طبعا المشروعات اللي هي خزان أسوان والسد العالي، وشق شبكة من الترع أهمها ترعة الإبراهيمية وترعة الإسماعيلية. استخدامات المياه العذبة غير استخدامات المياه المالحة. المياه العذبة بنستخدمها في الزراعة لري المحاصيل وصيد الأسماك، صناعة النسيج والأقمشة وغسلها. تستخدم في المنازل والهيئات المختلفة. بنستخدمها في نقل البضائع في مجال السياحة. طب ما هي طرق ترشيد استهلاك المياه؟ تجنب استمرار فتح المياه أثناء تنظيف الأسنان أو غسل الخضار، وتقليل وقت الاستحمام. عدم استخدام المياه لتلطيف الجو خارج المنازل. استخدام كميات مياه أقل عند غسل الملابس أو السيارات. طب اليوم العالمي للمياه هو يوم 22 مارس من كل عام. أهمية اليوم إن هو للتوعية بأهمية المياه العذبة والدعوة للإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة. طيب المياه الجوفية بقى المالحة هي اللي بتكون قريبة من البحار. إيه أهمية المياه المالحة؟ عندنا صيد الأسماك واستخراج الأملاح مثل ملح الطعام، وسيلة مهمة للنقل البحري، واستخراج البترول والغاز الطبيعي من قاع البحار والمحيطات. ويوجد محطات تحلية المياه. المقصود بتحلية المياه هي تحويل المياه المالحة إلى مياه عذبة تكون صالحة للاستخدامات البشرية. أماكنها فين؟ عندنا محطات تحلية مياه البحر في بعض المحافظات، في البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر ومحافظتي الإسماعيلية والسويس، وأهمها محطة العين السخنة، تعد أكبر محطة تحلية في العالم. إيه أهميتها؟ بتستخدم هذه المحطات عشان تخدم المناطق السكنية والمناطق الصناعية المحيطة بها. الموارد المعدنية في بلدي. قبل اكتشاف المعادن صناعة الأدوات مرت بمراحل كتيرة في مصر القديمة. بداية من العصر الحجري القديم كان بيستخدم فيه المصري القديم الحجر ببساطة جدا، كان بينحته ببساطة اللي هو حجر الصوان عشان يصنع أدواته الحجرية مثل الفؤوس اليدوية. كان بيستخدمها في رماح الصيد. كان بيصنع بعض الأدوات من عظام الحيوانات. بعد كده تطور شوية في العصر الحجري الحديث، وبدأ ينحت الحجارة بدقة ويشكلها حسب استخداماته. والعصر هنا ميزت الأدوات بتاعته بدقتها وبصغر حجمها مثل السكاكين، المناجل الخشبية والمطارق والملاعق الخشبية، وأدوات الزراعة مثل المحاريس الحجرية. أما عصر المعادن هو العصر اللي بدأ الإنسان المصري القديم يستخدم الأشياء من المعادن. اكتشف النحاس وخلطه مع معدن القصدير، وصنع منهم الأدوات الطبية من البرونز والنحاس مثل الملاقط والمقصات. صنع السيوف البرونزية، صنع الرمح برأس برونزي، صنع المحاريس اليدوية المصنوعة من الخشب والبرونز، واستخدم الحديد وصنع منه الأسلحة، وصنع الحلي وأدوات الزينة من الذهب والفضة. ما المقصود بالتعدين؟ هو عملية استخراج المعادن من باطن الأرض أو بالقرب من سطح الأرض، وبيتم استخراجها عن طريق إما الصهر أو التحليل الكهربائي. طب إيه أهمية التعدين؟ توفير فرص عمل للمواطنين والإسهام في زيادة الدخل القومي. طب إيه المقصود بعملية الصهر؟ هي استخدام الحرارة لفصل المعدن عن الصخر، والتحليل الكهربائي هو فصل المعدن عن الصخر باستخدام الأحماض والكهرباء. واجبنا نحو الموارد المعدنية طبعا إن احنا نقوم بترشيد استهلاكها
والمحافظة عليها للأجيال القادمة. طب إيه الموارد المعدنية اللي مصر بتمتلكها؟ عندنا معدن المنجنيز بيستخرج من منطقة أم بجمة في سيناء، وبيدخل في صناعة الصلب والبويات. أما الحديد بيستخرج من الواحات البحرية في الصحراء الغربية، وبيدخل في صناعة الآلات وقضبان السكك الحديدية وحديد التسليح. الذهب بيستخرج من مناجم السكري في الصحراء الشرقية، ويستخدم في صناعة الحلي. النحاس يستخرج من محافظة البحر الأحمر في الصحراء الشرقية، وبيستخدم في صناعة أسلاك الكهرباء في السبائك في مقابض الأبواب. الفوسفات بيستخرج من منطقة أبو طرطور في واحة الخارجة في الصحراء الغربية، ومنطقتي السباعية والمحاميد في وادي النيل. طب إيه أهمية الفوسفات؟ بيدخل في صناعة الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية والطوب الحراري. ما أهمية استخدام التكنولوجيا في التعدين؟ التكنولوجيا ساعدت الإنسان كثيرا في البحث والتنقيب عن المعادن. الطائرات وصور الأقمار الصناعية والصور الجوية سهلت في البحث عن المعادن وسرعة الوصول إليها وبتكلفة أقل، وبتحافظ على البيئة من التدهور ومن التلوث. تكنولوجيا المسح ثلاثي الأبعاد بتساعد الحصول على صورة ثلاثية الأبعاد للمناجم. تكنولوجيا التحكم عن بعد في الحفر الآلي بتحافظ لي على سلامة عمال المناجم. ونقل المعادن باستخدام الشاحنات والقطارات الآلية. واستخدام الروبوتات ساعدنا في الوصول إلى الأماكن الصعبة وأخذ عينات من المناجم للتأكد من جودتها، وكذلك تستخدم في عمليات الإنقاذ داخل المناجم.